أنا اللي قريته وشفته الكام يوم اللي فاتوا دول خلاني كنت هتجنن. لما كنا بنسمع إن المشاهير بياكلوا أطفال وبيشربوا دمهم كنا بنقعد نقول يا راجل دي نظريات مؤامرة، إحنا هيخول علينا الكلام ده. أنا جاي النهاردة عشان أقولك كنسل العقل خالص، ارميه في الزبالة، لأن اللي موجود في الملفات دي أبشع وأقذر من خيال أي مؤلف رعب في التاريخ. احنا مش بنتكلم عن فضيحة حد مشهور، لا، احنا بنتكلم عن ترامب، إيلون ماسك، ستيفن هوكينج، علماء، أمراء، ممثلين، ناس كتيرة جدا متورطة. انت متخيل ان احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بنشوف كسوة الكعبة بتداس بالرجلين في حفلاتهم؟ اكيد سمعت عن جيفري إبستين، وسمعت عن الجزيرة بتاعته وعبادة الشيطان وأكل لحم الأطفال وكل النظريات اللي مفيش عقل يقدر يستوعبها دي. متخيل إن هم اكتشفوا إن الشيطان ده لسه عايش وبيلعب فورتنايت وما ماتش؟ من كتر البلاوي أنا مش عارف أبدأ منين، بس اللي أنا متأكد منه إن بعد الفيديو ده نظرتك عن العالم مش هترجع زي الأول أبدا. النهاردة هنتكلم عن إبستين وعن الملفات اللي بيحاولوا يحذفوها. فنجان القهوة أو الشاي بتاعك وتعالى نعرف القصة من أولها. عشان نفهم الرعب ده احنا لازم نرجع للطفولة. أكيد كلنا شفنا كرتون بينوكيو، وفاكرين المشهد لما الراجل الشرير جمع الأطفال الأشقياء ووداهم لجزيرة المتعة وقال لهم العبوا، كلوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، هنا مفيش قوانين. في الآخر الأطفال دول اتحولوا لحمير واتباعوا في السيرك. اهي جزيرة إبستين دي بقى هي النسخة الواقعية لكرتون بينوكيو. المبنى الرئيسي في الجزيرة اللي هو المعبد، هنلاحظ ان تصميمه مشابه جدا للمباني اللي في ديزني. وفي الملفات اللي اتسربت لقوا ان إبستين كان بيعلق في بيته صور من كرتون ديزني، بس صور فيها ايحاءات مرعبة جدا. الحكاية بتبتدي سنة 98 لما جيفري إبستين اشترى جزيرة ليتل سان جيمس ودفع فيها حوالي 8 مليون دولار، والمبلغ ده يعتبر فكة بالنسبة لجزيرة كاملة. وقتها الجزيرة دي كانت فاضية ومكشوفة، بس إبستين قدر إن هو يحولها لسجن ما بيخرجش منه الصوت. وأول حاجة عملها إن هو استورد نخل ضخم جدا وزرعه علشان أي حد في البحر ما يقدرش يشوف إيه اللي بيحصل جوه الجزيرة. وكمان طلب كمية كبيرة جدا من الخرسانة والأسمنت تكفيه إن هو يبني جوه ناطحة سحاب، رغم إن الجزيرة كلها ما فيهاش إلا فيلتين بس دور واحد. والسؤال بقى، هي الخرسانة دي كلها راحت فين؟ الإجابة إن الخرسانة دي كلها راحت تحت الأرض. الجزيرة فيها شبكة أنفاق معقدة. إبستين عامل ممرات سرية تحت الأرض عشان الضيوف VIP لما يوصلوا مفيش أي مخلوق يعرف يشوفه، وعشان يقدروا إن هم ينقلوا الضحايا بعيد عن العيون. وده بقى يوصلنا للمعبد اللي موجود على الجزيرة. مبنى شكله غريب جدا، عليه خطوط زرقاء وبيضة. المعبد أو المبنى دوت ليه قبة لونها ذهبي وحواليه تماثيل شكلها غريب. والمبنى دوت ملهوش باب. الباب اللي انت بتشوفه من بره دوت عبارة عن رسمة على الحيطة، ده مش باب حقيقي. والباب الحقيقي معمول في جنب وعليه ترباس حديد بيقفل من بره، يعني اللي يدخل ما يعرفش يخرج. وبيقال ان ده المبنى اللي كانوا بيعملوا فيه الطقوس المرعبة. وفي وسط بقى آلاف الإيميلات اللي اتسربت هتلاقي فنانين وعلماء وسياسيين كل كلامهم هتلاقيه عن البيتزا والهوت دوج والمكرونة. واحد بيبعت للتاني، هل جبت لي البيتزا اللي انا طلبتها؟ انا بحبها مقرمشة وصغيرة. والتاني يرد يقول له انا جاي لي شحنة هوت دوج من فرنسا طعمها خيال. يا راجل بذمتك يعني في عالم ذرة ولا رئيس دولة هيقعد يبعت إيميلات سرية علشان يطلب العشاء بتاعه؟ الحقيقة المرعبة بقى اللي اكتشفوها بعد كده إن الكلمات دي كانت عبارة عن أكواد هم بيستخدموها. البيتزا يعني بنت صغيرة، والهوت دوج يعني ولد صغير، والمكرونة يعني طفل صغير. والمصيبة الأكبر لما تلاقي الميل مكتوب فيه صوص. دي بقى حاجة لو عرفت معناها معدتك هتتقلب. ده كود للدم أو السوائل اللي بتطلع من الضحية وهي بتتعذب. وفي إيميل متسرب لواحد كان بيسأل إبستين أنت عايزهم مجمدين ولا عايزهم طازة؟ وسط الإيميلات اللي اتسربت ظهر واحد اسمه باري جوزيفسون، منتج مشهور جدا ومعروف في هوليوود. كان باعت لإبستين بيتكلم معاه عن حاجة اسمها نقل دم الشباب. في الإيميل ده كان بيشرح إن أنت لو نقلت دم من شاب أو من طفل صغير لجسم شخص عجوز ده بيجدد الخلايا وبيرجعه لشاب تاني. الكلام ده بيفكرنا بنظرية اسمها الأدرينوكروم اللي الناس في الأول كانت بتتهمها بإن دي خزعبلات. دلوقتي الملفات اللي اتسربت بتقول إن هما كانوا بيناقشوا المشروع دوت بجد وكانوا عايزين ينفذوه. النظرية بتقول إن الناس دول بيستخدموا دم الأطفال وتحديداً اللي بيتعرضوا لخوف شديد قبل وفاتهم
عشان يستخلصوا منهم مادة معينة بتجدد الشباب. والطبيعي ان انت عشان توصل طفل لمرحلة الخوف دي يبقى لازم تعذبه او توريه حاجة مرعبة جدا قبل ما تقتله. وعشان كده بتلاقي في ممثلين وسياسيين عندهم 80 سنة او اكتر بس شكلهم كأنهم في الاربعينات. وفي نفس السياق دوت ظهر ايميلات مرعبة مع بيل جيتس بتتكلم عن التحضير للأوبئة. الايميلات دي كانت سنة 2015 و2017، يعني قبل الكورونا بكام سنة. كانوا بيناقشوا فيها ازاي يستعدوا ان هم يقفلوا العالم. هل دي صدفة ان الراجل اللي بيمول منظمة الصحة العالمية وصديقه تاجر الأطفال بيتكلموا عن وباء عالمي من قبل ما يظهر؟ ستيفن هوكينج عالم الفيزياء المشهور، كلنا شفنا الميمز اللي انتشرت الكام يوم اللي فاتوا دول عنه وكلنا اتريقنا والدنيا تمام. بس تعال اقول لك، اسم ستيفن هوكينج ظهر اكتر من مرة في سجلات الطيران بتاعة إبستين، وفي صور كتير بتثبت ان الراجل ده فعلا راح الجزيرة. السؤال هنا، واحد في حالته الصحية دي مشلول تماما، لا بيتكلم ولا بيتحرك، رايح جزيرة حفلات يعمل ايه؟ ما هو أكيد مش رايح يدي محاضرة عن الثقوب السوداء. في إيميل اتسرب، رسالة إبستين كان باعتها لشركته بيقول لها أنت ممكن تدي مكافأة لأي حد من صحاب ستيفن هوكينج أو حتى من عيلته لو قدروا يثبتوا إن ستيفن هوكينج راح الجزيرة فعلا وشارك في الحفلات بتاعته. بمعنى أصح، إبستين كان بيحاول يحافظ على سمعة ستيفن هوكينج على قد ما يقدر. تفتكر ليه كان بيدافع عنه بالاستماتة دي؟ أكيد لأن ستيفن هوكينج شاف اللي بيحصل في الجزيرة دي ومش عايزينه يتكلم عنها. وفي ناس بتقول إن هما كانوا بيستغلوا إعاقته ديت لطقوس معينة، ونظريات تانية بتقول إن هو كان رايح يدرس تجارب جينية. في الحالتين لما تلاقي أذكى عقل في العالم في أوسخ مكان في العالم، ده كفيل يخليك تفقد الثقة في أي شيء حواليك. وفي وسط الصور اللي خرجت من بيته ظهرت صورة صدمت العالم الإسلامي كله. إبستين واقف وجنبه قطعة قماش سودة متطرزة بالذهب وعليها آيات قرآنية، ولو ركزنا هنلاقي إن دي قطعة من كسوة الكعب. إزاي وصلت له؟ ومين الشخص اللي قدر إن هو يديها له؟ والأهم من كل ده، وكان محتفظ بيها ليه أصلاً؟ والمعروف دايماً إن إهانة المقدسات سواء حرق قرآن، حرق إنجيل، دي طقوس معروفة في السحر الأسود، ودي حاجة ما استبعدهاش أبداً عن إبستين. هل الشيطان ده مات؟ الرواية اللي انتشرت في العالم بتقول إن إبستين بعد ما اتقبض عليه انتحر في الزنزانة بتاعته يوم 10 أغسطس 2019، بس الواقع بيقول غير كده خالص، لأن شهادة الوفاة اتكتبت قبل ما يعلنوا إن هو انتحر بيوم. وتعالى بقى نركز في الليلة دي بالذات، ليلة 10 أغسطس في سجن MCC اللي المفروض إن هو قلعة مستحيل إن حد يهرب منها أو يموت فيها من غير ما يتشاف. في الليلة دي حصل كمية صدف مش منطقية خالص. الاتنين اللي كانوا مسؤولين عن حراسته ناموا في نفس الوقت اللي هو انتحر فيه، سبحان الله. والكاميرات اللي كانت متوجهة على زنزانته عطلوا في نفس الوقت، سبحان الله. الشريك اللي كان معاه في الزنزانة اتنقل قبلها بيوم واحد صدفة، سبحان الله. وفي نفس الوقت اللي العالم كله كان قاعد مشغول بخبر الانتحار والإعلام كان قالب الدنيا وقتها، كان في طيارة طلعت من مطار في نيو جيرسي اللي هو أقرب مطار للسجن، وسبحان الله الطيارة دي اتحركت بعد إعلان الوفاة بكام ساعة. طلعت في وقت كان فيه تعتيم كامل للمنطقة، والأغرب إن مسار الطيارة ده اختفى تماما من الرادارات ومحدش كان عارف مين عليها ما عدا أنا طبعا. بس التسريبات بتقول إن الطيارة دي كان واجهتها المكان في الشرق الأوسط وتحديدا تل أبيب. هل دي صدفة إن الراجل اللي شغال لحساب الموساد يختفي وفي نفس اللحظة الطيارة تطلع بيه على إسرائيل؟ ده غير إن حساب إبستين الشخصي في لعبة فورتنايت كان واضح إن هو أونلاين وبيلعب بعد تاريخ وفاته، ولما قعدوا ينخربوا لقوا إن مكان الاتصال كان جاي من إسرائيل. ده غير إن الصور اللي اتسربت للجثة بتاعته وهي طالعة من السجن هتلاحظ إن شكل المناخير وشكل الودان مش شبهه خالص. وبعد ما أعلنوا إن هو توفى بشهور، في درون طار فوق الجزيرة بتاعته ولقط صورة لواحد نفس ملامح إبستين. كل ده بيقول حاجة واحدة، إن الراجل ده لسه عايش، الراجل ده معاه فضايح تودي نص حكام العالم ورا الشمس، مستحيل إن هم يسيبوه يموت، فكان الحل الوحيد إن هم يخفوه عن الأنظار. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بالمره وانت معدي سيب لي كومنت تقول لي ايه رايك في الفيديو، ولو حابين انا ممكن اعمل جزء تاني وتالت وعاشر على نفس الموضوع ده، لان اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو ده ما يجيش 1% من المواضيع اللي ممكن نتكلم عنها، وكل ما بنفر اكتر بنلاقي سواد اكتر.
واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.